اللابتوب ده الوحيد اللي لازم تبص له من فوق كده. ليه بقى؟ لانه من اقوى اللابات باقوى معالج من الجيل ال11 للناس اللي فاهمه وبتقدر يعني ايه معالج زيون دبليو 11955 ام اللي بيتفوق على معالج كور اي 9 من الجيل ال11، وكمان لانه من اقوى فئات اللابات عموما وخصوصا من شركه اتش بي وهي فئه الفيوري المخصصه للهارد وركينج، وكمان الرامات بتاعته 32 جيجا وبتوصل لغايه 128 جيجا، وده مش هتلاقيه في اجهزه كتير من نفس الفئه زي فئه الباور وكمان الاستوديو وكمان ال 55 60. هتيجي بقى تبص على الشاشه فانت محتاج تبص لها تاني من فوق. ليه بقى؟ وده لانه بيجي بشاشه 15.6 بوصه 4K الترا اتش دي 3840 في 2160 بدقه 120 هرتز مش 60 هرتز، بدقه اي بي اس انتي جلير 600 نتس، 100% دي سي اي بخاصيه الاتش بي دريم كولر. عارف ده معناه ايه؟ يعني اقوى واغلى شاشه ممكن تلاقيها في لابتوب ورك ستيشن، واللي هتفرق معاك جدا في شغل الجرافيك واللي صعب جدا تلاقيها عند حد. خلاص كده؟ لا لسه، لانه بيجي كارتين شاشه منهم كارت انفيديا ار تي اكس اي 2000 بحجم 4 جيجا بايت جي دي ار 6، وده من اقوى الكروت اللي هتفرق معاك جدا في شغل الجرافيك والمونتاج والبرامج الهندسيه والالعاب. وكمان جايب كيبورد باك لايت بتصميم بريميوم جدا ومريح جدا في الكتابه، وكمان جايب كاميرا ممتازه هتفيدك جدا في الاونلاين ميتنج، وكمان في شطر على الكاميرا عشان الخصوصيه، وكمان في فينجر برينت، وكمان فيس اي دي. وطبعا اللابتوب جاي بجميع المداخل. اللابتوب ده متاح في تارجت ستور، تقدر تشرفنا في الفرع او تطلبه من اي مكان وهيوصلك لحد باب بيتك. ولو عايز تسال عن اي حاجه اكتب لنا كومنت او ابعت لنا على الخاص او على الواتساب على الارقام الظاهره قدامك على الشاشه. وما تنساش مع تارجت ستور انت الكسبان.